يا ابن اللعيبة يا مرتضى منصور، إعادة مباراة الزمالك والشباب السعودي. حق الزمالك بيرجع على إيد مرتضى منصور بعد ما سب الاتحاد العربي، بعد ما الحكم ما ذبح الزمالك. مرتضى منصور أعاد الروح تاني لجسد الزمالك بإعادة المباراة، ومحمد رجب بياخد لقب ملك التطبيل عند قدماء المصريين. تطبيلة جديدة وتصريح ناري، والليلة ماشية زي الفل، وهنحكي وهنشرح ازاي المباراة هتتعاد، وليه محمد رجب خد ملك التطبيل، وخناقة عمرو السيسي، وهل فعلا في خناقة ما بين شيكابالا ومرتضى منصور. يعني الحلقة حلقة نارية، حلقة من العيار التقيل، لازم تدعم اخوك فيها باللايك وتشير على قد ما تقدر عشان صوتنا يوصل للدنيا كلها. هنبدأ بأول حاجة، ملك التطبيل محمد بيه رجب. محمد رجب طلع في تصريح ناري، تصريح ما يقولوش غير محمد رجب اللي مسافر مع بعثة نادي الزمالك. وبصراحة مش عارف هو محمد رجب مسافر مع الزمالك ليه. يا ترى خبير رياضي مثلا، يا ترى محلل أداء، يا ترى محمد رجب مسافر مع الزمالك عشان صحفي كبير رياضي؟ بالعكس، ده ابو رجب كان بيشغل في اخبار الحوادث. والله انا عن نفسي ما عارف هو محمد رجب شغال اصلا في قناه الزمالك ليه، غير انه صاحب مرتضى بيه منصور اللي ملوش اصلا علاقه بالكوره، غير انه اصغر مؤلف قانون في مصر، وانه المستشار الوحيد اللي استقال من على منصه القضاء، وبالتالي فهو رئيس نادي الزمالك. عشان كده محمد رجب موجود في قناه نادي الزمالك، ودائما دائم التطبيل لمعالي المستشار. لكن المرة دي وسعت منك قوي يا ابو رجب. محمد بيه رجب بيقول لك مرتضى منصور جامد. ايه؟ مرتضى منصور جامد يعني يا ابو رجب؟ يا ده عيب يا علي، يا ده اختشي يا ابو رجب في السن ده، في السن ده يا ابو رجب. يعني يا راجل والله العظيم مرتضى منصور جامد. طب وانت عرفت ازاي يا ابو رجب؟ قول لي كده، قول لي انت عرفت ازاي ان مرتضى منصور جامد؟ جبتها منين؟ طب جامد من انهي اتجاه لا مؤاخذة؟ يعني تقصد جامد في ايه؟ ها؟ جامد في ايه يا ابو رجب؟ انت يا ابو رجب يعني بعد ما كان هو اللي بيضرب الجماهير بقى جامد؟ ولا جامد بس؟ ولا جامد فحم؟ يا ابو رجب، يا ابو رجب الرحمة حلوة يا ابو رجب، يا سيدي الفاضل الرحمة حلوة يا ابو رجب. ولا ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. يلا اهي مرة كمان تضاف الى سجل تطبيلات محمد رجب يا اخوانا، ما يجراش حاجة، الراجل كبر وخرب برضه. يعني نستحمل ابو رجب، ماشي. طيب مرتضى منصور بيعلن عن خطة الفوز على نادي النصر. خلاص يا اخوانا، الزمالك كسب النصر السعودي، اعتبروها من جبناها من الكنترول. الزمالك كسب النصر السعودي، وده مفيش فيه نقاش. ده اللي حاطط الخطه معالي المستشار مرتضى منصور، حاط لنا خطه الفوز وقفل لنا على اهم عنصر في نادي النصر وهو كريستيانو رونالدو. قال لك ايه بقى؟ قال لك انا لو من المدير الفني ده يعني هخلي واحد يلزق للدون، ما يسيبوش يبقى عامل معاه زي الفلينة اللي بحمالات كده على جسمه، مطرح ما يروح وراه. وخصوصا ان كريستيانو ده يا اخوانا رقبته طويله. رقبته ايه؟ رقبته طويله. اي والله الراجل قال لك كده. هو احنا هنلعب نعامه مع المستشار؟ هو حد قال لك ان الدون ده نعامه؟ نعامه يعني احنا بنلعب الفرق على طول الرقبه؟ اللاعب ده رقبته طويله فنوقف جنب منه واحد لاعب سمين شويه ورقبته متكوكه فده نسيبه عادي؟ يعني احنا هنلاعب النصر السعودي اللي فيه كريستيانو رونالدو وفيه ماني وفيه ليله ما يعلم بقى الا ربنا على خطه اللي رقبته طويله لزقله؟ حلو والله، حلو، فكره جديد. يعني ليه نشغل بالنا بالتكتيك؟ ليه نلعب مثلا ب4-3-3؟ يعني هنلعب مثلا زون ديفنس وهنلعب على الهجمه المرتده؟ طب هنفتح اللقاء؟ طب يعني هنلعب ب2 في نص الملعب؟ لا هنلعب ب3. طب ما نقلب الطريقه ل3-5-2 ونحاول ان احنا نامن؟ يعني كل ده مش مهم، المهم خطه الزق للدون، وخصوصا ان رقبته طويله. الله عليك يا معلم مستشار، الله عليك.
انت بصراحة يعني بتبهرني، بس النقطة دي ما ابهرتنيش اكتر من ملعون ابو الفار للي عمل الفار للي جاب الفار، وان الراجل هيجيب قطة عشان الفار ده، لان اللي حصل في ماتش الزمالك والشباب ده عبارة عن فجر تحكيم. البطولة بصراحة كلها تحكيم فاجر، وان التحكيم ده ما ينفعش. يا اخوانا فوق بقى، الدنيا بتتقدم. ايه الدنيا بتتقدم. بص الاتحاد ده انا بعت له خلاص، الاتحاد العربي ده بعت له لا يشيلوا الجون اللي جه في الزمالك من الشباب يعيدوا المباراة. خلاص الموضوع منهي بالنسبة لنا، احنا مش هنقعد تايه على طول. ايه ده، انا مرتضى بيه لازم الماتش ده يا يشيلوا الجون يا الماتش يتعاد. طيب احنا هنشرح دلوقتي ليه الماتش هيتعاد وليه التحكيم يعني كان ظالم ودبح الزمالك. نبدأ بالتحكيم. اولا يا معلم مستشار الكرة ضربة جزاء صحيحة، وده اعتراف رسمي من واحد زملكاوي متعصب جدا ان ضربة الجزاء صحيحة. ليه يا معلم مستشار؟ لان القانون واضح وصريح، طالما ان ايد اللاعب خارج جسمه، يعني زودت من حجم جسم اللاعب وكرة جت في ايده سواء من امام سواء من الخلف، فبتتحسب ضربة جزاء. وهديك مثال يا معلم مستشار في ماتش الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري اللي كان هنا في مصر، اللي اتحسب ضربة جزاء على دونجا، والزمالك خسر يومها 1-0 بسبب ضربة الجزاء ده، وكانت السبب في خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا بعد كده بفضيحة. ضربة الجزاء دي اتحسبت ازاي يا معلم مستشار؟ كان دونجا عامل تاكلينج وهو مدي ظهره للعيب، وكان رافع ايده لفوق بنفس المنظر كده. تمام يا معلم مستشار، الكرة جت في ايده من ورا، اتحسبت ضربة جزاء. ليه؟ لانه هو وسع من حجم جسمه وخلى ايده فوق ما هيش في نطاق جسمه، يبقى لازم تتحسب ضربة جزاء. ما هو مش كل لاعب يبقى مد ظهره يبقى هنقول اصله مد ظهره. هو حد قال له اديله ظهره يا معلم مستشار؟ القانون واضح، فيها ضربة جزاء صحيحة 100%، والفار انصف الحكم وحسبها ضربة جزاء، فالحكم ما ظلمناش نهائي في ضربة الجزاء. اما بالنسبة ان الحكم كان بيجي علينا وان في انذارات، فطريقة اسلوب لعيبة الزمالك كانت تستحق الكارت الاحمر. يعني لو شفنا الخناقة اللي حصلت بسبب عمرو السيسي، هنلاقي ان في لعيب من الشباب السعودي انضرب في وشه ووقع، وهنلاقي كلام وبنيات وشتيمة وليلة كبيرة قوي. سيادتك كانت تستحق الكارت الاحمر مباشر، ومع ذلك الحكم عدى الامور. اما ان كل شيكابالا يروح للحكم ويقول له لو انت عايز تكسبهم احنا نطلع، فهو يستحق الانذار يا معلم مستشار على سوء الادب مع الحكم. ده ملوش علاقه انت اهلاوي ولا زملكاوي، ده له علاقه بالحق، لان الحق احق ان يتبع. لازم تقول كلمه الحق. احنا ما اتظلمناش، احنا اللي خسرنا نفسنا يا معلم مستشار لما نزلنا من بدايه المباراه عشان نلعب على التعادل. وعلى فكرة ده وارد في كرة القدم ان انا اقفل الشوط الاولاني وبعد كده في الشوط الثاني ابدا اهاجم، وخصوصا ان الملعب ده عامل زي ملعب الجونة فيه هوا، واتجاه الهوا كان مع الشباب في الشوط الاولاني، فالمدير الفني كان عايز يقفل في الشوط الاولاني ويطلع بالتعادل، ويبقى في الشوط الثاني يبدا انه يهاجم وانه يبدا انه يحرز اهداف. فكره وصله لكده، لكن اخطا لما جه في الشوط الثاني وطلع المهاجم الصريح لنادي الزمالك، فافقد الخطوره الهجوميه لنادي الزمالك. ده الكوره معلم مستشار. لما سيادتك تحب تحلل المباراه قول لنا واحنا نعلمك يعني ايه تحليل المباراه، يعني تقول ايه النقاط اللي حصلت في الماتش، مش ان احنا نمسك في الحكم ونقعد نقول ونعيد ونزيد، مش ان احنا نشتم في الاتحاد العربي، مش ان احنا نهين في الناس لمجرد ان احنا خسرنا. اما بالنسبة لاعادة المباراة فطبعا وقولا واحدا المباراة هتتعاد، بس هتتعاد على نفس القناة SSC الساعة 2:15 او 3:15 الفجر، انما ان المباراة هتتعاد من اول وجديد ولقاء جديد، فده في حالة واحدة لو ماتش مصر والسنغال اتعاد اللي كان فيه مؤهل لكاس العالم، يبقى الماتش بتاع الزمالك ده هيتعاد. اما بالنسبه ان هم يلغوا الهدف او ان هم يعيدوا المباراه، فده بنسمعها في روتانا كوميدي، بس ده اسمه كوميديا
الكوره. ده ما بيحصلش يا معالي المستشار، ارجوك يا ريت نركز مع نادي الزمالك. شوف لنا الصفقات، شوف لنا مين اللي رايح ومين اللي جاي، شوف لنا الليله هتمشي ازاي السنه الجايه. انما شغل السوشيال ميديا اللي سيادتك وانت شاغل بالك بيه، وارجوك اعمل سبسكرايب، واللي مش هيشترك عندي في القناه هجيبه بلبوص. وانتوا فين اللايكات يا اخوانا؟ ده ما بياكلش عيش. انت خليت هيبه رئيس نادي الزمالك تضيع باللي سيادتك بتعمله. الناس كلها بتستنى مؤتمر صحفي للكابتن محمود الخطيب. ليه؟ لانه قليل الكلام، فكل الاهلاويه والزملكاويه بيبقوا مستنيين هيطلع الراجل يقول ايه. انما سيادتك كل 5 دقايق فيديو، اما على قناتك على اليوتيوب او قناتك البديله على اليوتيوب او على صفحتك على الفيسبوك او صفحتك البديله على الفيسبوك او قناه نادي الزمالك. يا معلم مستشار، حضرتك رئيس نادي الزمالك مش يوتيوبر. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرتنا.